حبايبي هسه هذا كيلو مال طحين، هذا كيلو مال طحين صفر، واضفت عليه كيس فانيلا، رشة ملح، واستعملت هذا الدهن المصري، هذا جنة كلش زين. هذا للكيلو، الكيلو مالت الطحين خليت 5 ملعق، يعني 5 خواشيق، 5 ملعق خواشيق كبار، 5 خواشيق كبار، وقلنا رشة ملح وكيس فانيلا الكيلو الطحين، لأن هذا الدهن كلش تطلع الكليتشة بيه طعمها كلش طيب، يعني بنكهة ويخلي الكليتشة طرية. نبدأ بعجينها. حبايبي هاي العجينة مالتها أضفت لها هذا كوب، هذا الكيلو واحد ضفت لها كوب من هذا مي، كوب وتقريبا شوية من عنده، وجاية أعجن بيها أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، يا رب بركة وخير وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أكمل عجينتها، أكمل عجينتها وأتركها تقريبا ربع ساعة، وأبدي أسوي الكليتشة. وهاي حبايبي ورا ربع ساعة العجينة صارت طرية، هاي شوفوها شلونها هيك صارت، وتركناها ربع ساعة. عجينة الكليتشة عطيت المقادير، وإن شاء الله راح ألفها هسه وياكم. التمر هذا عندنا مفلس وعليه شوية هيل، وشوية من الزبد شوية عجناه. وهسه نلف الكليتش، نطبع الكليتشة واشوفكم اياها. هذا الكمية مالت الكيلو صارت بهذا، هاي الصينية مالت الفرن، يعني صارت تقريبا هاي العدد مالتها قد. وهسه هاي شكلها النهائي، وشوية بيض وفانيلا دهنا الوجه مالت الكليتشة. وهسه ان شاء الله بالفرن، هسه تشوفون ان شاء الله راح نشويها، ولا طريقتها سهلة، بس حبيت نشارككم وتشوفون اياها. شنو رأيكم حبيباتي؟ هاي دا نطبع استوت. هذا الكليتشة دا يسوون البنات حاليا، شوفوهن، شوف شكلها مبين، يعني تطلع هشة، والمقادير اللي قلنا عليها، وان شاء الله دا نطبع هنا والبنات. هذا شكلها دا نطبع. وهاي حبايبي بعد تقريبا 10 دقائق، أقل 10 دقائق من وضعناها بالفرن. وهاي الكليتشة كملت. بعضهم يقولون شنو الكليتشة باقي الدول العربية؟ الحلوى من أحد المعجنات، وهاي جهزت. الكليتشة العراقية بالليل، شو كنت ماي احنا العراقيين نحب الكليتشة، ونحب الكليتشة مالت البيت. وهذه جهزت وكملت، شوفوا صارت حمرة، شوفوا شنو رأيكم، شوفوها هي على الفرن. هاي الصينية جهزت، الكيلو صار صينية هاي مال الفرن، شوفوا جهزت، شنو شوفوا اللون مالتها شلون احمر. وهاي شكلها النهائي. هذه خلصتها احبائي. وشنو رأيكم؟ واريد تعليقاتكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك. مع السلامة. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل